تخيل انك اشتغلت اسبوع كامل على فوركاست، حللت بيانات، راجعت المبيعات، اتكلمت مع التسويق، واتفقتوا في النهايه ان الشهر الجاي هتبيعوا 100,000 قطعه. خلص الشهر واكتشفت ان المبيعات كانت بس 72,000 قطعه. السؤال هنا، هل ده معناه ان الفوركاست فشل ولا في طريقه علميه نحكم بيها؟ وده هو موضوع حلقه النهارده. ورا كل شركه ناجحه سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي التخطيط هو اللي بيحول الرؤيه لواقع. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقه الثالثه من بلاننج ماستر كلاس. في الحلقه اللي فاتت عرفنا ازاي الشركات بتبني الفوركاست، لكن اي فوركاست في العالم معرض انه يطلع فيه خطا. المهم هو ازاي هنقيس الخطا ده. هل اي فوركاست لازم يطلع صح؟ الاجابه لا، وده اول مفهوم لازم يترسخ في دماغ كل بلانر، لان في النهايه الفوركاست هو افضل توقع وقت اعداد الخطه. لكن السوق بيتغير، عميل ممكن يلغي طلب، منافس يعمل بروموشن او خصومات كبيره، موسم يجي ابرد من المتوقع، كل ده في النهايه هيأثر على النتيجه. يبقى بدل ما نسال الفوركاست كان صح ولا غلط، نسال هو قد ايه كان قريب من الواقع. وده هو الفوركاست اكيورسي. يعني ايه فوركاست اكيورسي؟ الفوركاست اكيورسي ببساطه هي مدى قرب التوقعات من المبيعات الفعليه. كل ما الفرق ما بينهم يقل كل ما الاكيورسي تزيد. خلينا ناخد مثال، احنا في الشركه عملنا فوركاست اننا هنبيع 100,000 قطعه، والاكتشوال سيلز او المبيعات الفعليه طلعت 98,000 قطعه. يبقى كده الفوركاست اكيورسي 98%، وده رقم ممتاز جدا. طيب ناخد مثال تاني، احنا في الشركه عملنا فوركاست ب 100,000 قطعه، والاكتشوال سيلز او المبيعات الفعليه جت ب 60,000 قطعه. يبقى كده الفوركاست اكيورسي 60%، وده رقم وحش جدا. وهنا الفرق كبير، يبقى لازم نسال سؤال، ليه في فرق كبير؟ هل كان في مشكله في البيانات وقت ما كنا بنعمل الفوركاست، ولا في حاجه كبيره في السوق اتغيرت، ولا المنافس عمل كامبين او حمله تسويقيه ضخمه وسحب ماركت شير كبير مننا؟ وفي النهايه هل كل الاخطاء دي معناها ان البلانر غلط؟ وده من اكبر المفاهيم الغلط. احيانا المشكله ممكن ما تبقاش في البلانر خالص، لكن كانت في احداث غير متوقعه. اكيد هتسال زي ايه؟ زي ازمه اقتصاديه، تغيير في القوانين، منافس نزل عرض قوي، عميل كبير وقف التعاقد فجاه. وعشان كده الشركات بتحلل سبب الخطا قبل ما تحكم على الشخص. طيب خلينا نشوف ايه هي اشهر مؤشرات قياس الفوركاست اكيورسي. في مؤشرات كتير بس اشهرهم 3. اولا فوركاست ايرور، ثانيا الماد او المين ابسولوت ديفييشن، ثالثا الميب او الام اي بي اي. خلينا ناخد اول واحد وهو الفوركاست ايرور، وده ابسط مقياس لانه ببساطه الفرق ما بين الفوركاست وما بين الاكتشوال سيلز. تاني واحد معانا هو الماد او المين ابسولوت ديفييشن، وده بيقيس متوسط الخطا بغض النظر اذا كان موجب او سالب. ثالثا الميب او الام اي بي اي، وده من اشهر المؤشرات في الشركات لانه بيحول الخطا لنسبه مئويه، وده بيخلي مقارنه المنتجات اسهل. احنا في الحلقه دي بس قلنا 3 مؤشرات القياس بتوع الفوركاست اكيورسي، وان شاء الله هيبقى ليهم فيديو مخصوص في سلسله سبلاي تشين انسايتس هنشرح فيهم كل واحده بالتفصيل ومعادلاتها ايه وازاي نطبقها عندنا في الشغل. في شركات كتير لما الفوركاست بتتراجع بيكتشفوا ان المشكله ما كانتش في طريقه الحساب، المشكله كانت في السوق نفسه انه اتغير بعد ما الخطه اتعملت. وده اللي يخلينا دايما نراجع الفوركاست باستمرار بدل ما نفضل متمسكين بالخطه القديمه. وده درس مهم جدا، لان البلانر الناجح مش اللي يعمل فوركاست مره واحده، البلانر الناجح هو اللي يحدث الفوركاست كل ما تظهر قدامه معلومه جديده. تعالوا ناخد مثال، تخيل ان في شركه توقعت ان هي هتبيع في الصيف ده 20,000 جهاز تكييف، لكن الصيف في السنه دي جه ابرد من المتوقع بكتير، فبالتالي المبيعات انخفضت. هل ده معناه ان فريق التخطيط فشل؟ مش بالضروره خالص، لكن لازم السبب ده يتوثق ويتعمل له ريكورد، ولازم فريق التخطيط ساعتها يتعلم منه عشان يحسن من توقعاته في المستقبل. في ناس فاكره ان افضل فوركاست اللي دقته 100%، لكن الحقيقه غير كده خالص. الوصول ل 100% فوركاست اكيورسي ده تقريبا شبه مستحيل، والهدف من ان احنا نقيس الفوركاست اكيورسي هو تحسين الدقه باستمرار مش الوصول للكمال. وانا عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه، الارقام لوحدها مش كفايه، كل رقم لازم يبقى وراه تفسير، وده اللي بيفرق البلانر اللي بينقل تقارير عن البلانر اللي بيساعد الشركه انها تاخد افضل القرارات. لو انت مقدم على وظيفه بلانر او فوركاستنج، خلينا ناخد سؤال من الاسئله اللي بتيجي في الانترفيو، How do you measure forecast accuracy؟ واعتقد ان افضل اجابه ان هي تبقى Forecast accuracy is measured by comparing forecasted demand with actual demand using KPIs such as forecast error, MAD, and MAPE or MAPE. The goal is to continuously improve forecasting, performance, and support better business decisions. دلوقتي احنا بقينا نعرف نعمل فوركاست ونعرف نقيس مدى دقته، لكن ظهر لنا سؤال مهم جدا، هل كل المنتجات سلوك الطلب عليها واحد؟ الإجابة لا، وده إن شاء الله هيبقى موضوع الحلقة اللي جاية. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الديماند باترنز، وهنعرف ليه طريقة التوقع المناسبة للمنتج ممكن ما تبقاش مناسبة للمنتج التاني. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان تكملوا معانا باقي سلسلة بلاننج ماستر كلاس. شكرا لحضراتكم وشكرا على وقتكم، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.